السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. يا رب تكونوا بالف خير. النهارده زي ما احنا شايفين كده عاملين ايه؟ صاج كيك محترم. صراحه الكيك ده انا كنت عاملاه يوم عيد الام. احنا بنتجمع عند ماما، كنا يوم عيد الام كان في رمضان، وطبعا كل واحده فينا كانت عليها حاجه، انا كان عليا كيك. بما اننا بقى رحنا عند ماما وما شاء الله احنا وعيالنا، فبنبقى ما شاء الله آه كتير يعني. فانا قلت ايه، بدل ما اعمل سنتين ثلاثه، لا انا هعمل في الصاج ده مقاسه 50 في 60. وعملنا احلى كيكه، ويلا نشوف المقادير بتاعته. الصاج ده مقاسه 50 في 60. فده معيار، هياخد معيار 4 صواني من الكيك. 4 صواني من الكيك ده كيلو من الدقيق، انا معايراه بالكوبايه. يعني كل صينيه بتاخد كوبايتين من الدقيق. بعد ما عيرت الصواني انا وزنت الدقيق لقيته ده كيلو، يعني ال4 صواني كيلو دقيق. هحط عليهم 4 باكو من البيكنج باودر. ما نحطش اكتر من كده علشان ما يمررش معانا. هنحط 4 البيكنج باودر على دقيق وهنقلبهم. وهنا حطيت 11 بيضة بس، عشان البيض كان كبير. لو البيض صغير ممكن تحطي 12 بيضة. وحطيت عليهم 3 كوبايات كبار من اللبن زي ما احنا شايفين. واحتاجت نص كوبايه في الاخر، دي نص كوبايه دي هتخليها في الاخر. لو احتاجتيها ولقيتي العجينه تقيله هتحطيها. وكوبايه من الزيت وكوبايه من الزبده. و3 كوبايات من السكر. هنحط البيض دول 11 بيضة، قلنا ده البيض كبير، وهحط عليهم 3 كوبايات من السكر، وهنخلطهم كويس كده ببعض. نفس المقدار اللي هتعيري بيه السمنة، البيض، اللبن، هتعيري بنفس الكوباية عشان المقادير بتاعتك تطلع مظبوط. دي كوباية المية اللي هي كوب 200 مللي. وبعد كده هنحط 3 كوبايات اللبن، وقلنا هنخلي النص في الاخر لو احتاجناه. بعد كده هنحط برضو دي 5 باكت من الفانيليا عشان ريحة البيض، احنا حاطين بيض كتير. بس طبعا لو انتي ما عندكيش بشر برتقال، انا هنا هحط معلقة صغيرة مليانة من بشر البرتقال. انا حاطه عندي بشر برتقال في الفريزر، وعلى طول بحطه في الكيك. صراحة بيخلي طعم الكيكة، طعمها وريحتها حلوة قوي. البشر البرتقال ولا بيمرر الكيكة ولا اي حاجة خالص. لو انتي مش عندكيش بشر برتقال هتكتري شويه، ممكن تحطي ايه ظرفين كمان من الفانيليا عشان ريحه الكيك ما تبقاش زفره. احنا حاطين كميه بيض كتير. وهنحط الزبده ونحط الزيت، وهنخلطهم بقى كويس كده مع بعض. انا هنا الزبده انت لما بتعيريها متجمده، ما بتعيريهاش سايله. عشان الكميه يعني المقدار هيفرق معاكي. وهنخلطهم كده ببعض. طبعا بيبقى فيه حبيبات زبده زي ما احنا شايفين، ما تقلقيش. مع الدقيق هي هتختلط بالدقيق وهتدوب معانا وهتبقى زي الفل. هتشوفيها في الاخر. انا هنا بنزل عليهم بقى كوبايتين من الدقيق، ونخلطهم كويس قوي لحد ما يدوبوا. ما بننزلش بالدقيق كله. يعني كوبايتين زي ما احنا شايفين، علشان الدقيق ما يكلكعش معانا وتبقى مكلكعه، وهتبقى انتوا عارفين ده هتبقى كده حبيبات بكلها دقيق، طبعا مش هتبقى كويسه. طبعا عاوزه اقول لك ان الصاج دوت هيفرق معاكي كتير قوي. لو عندك اي مناسبه ولا عندك اي حاجه، هتعملي الصاج هي مره واحده، ولا 3 صواني بقى، ولا 4 صواني. وكمان بتفرق سبحان الله لما بتعملي في الصينيه. عدد القطع بيبقى مختلف لما بتعمليه في الصاج. بيفرق في عدد القطع كتير. حتى لو عندك مناسبه هتفرق معاكي جدا. خطوبه بقى واي حاجه، وهتعملي كيكه وهتعملي جنب الحلويات اللي هتعمليها. هتبقى يعني هتفرق معاكي كتير جدا. احنا هنا خلطناهم ونزلنا الجناب وخلطناهم كويس قوي وضربناهم كويس. لو لسه بتتفرجي عليا لحد دلوقتي ما تنسيش اللايك. انا هنا احتاجت نص كوبايه اللبن زي ما قلت لك في الاول. لقيتها جامده كده شويه، فروحت خفيتها بنص كوبايه اللبن. بعد كده في جزء بقى هنا بيحبه بالشوكولاته وجزء بيحبه ساده. فهنا هنعمل ايه، ناخد كده 3 مغارف او 4 مغارف من العجينه. احط عليهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وحبه لبن، وهندوبهم كده كويس لحد ما يدوبوا. طبعا انت بتزودي اللبن بقى حسب ما بتشوفي العجينه معاكي عامله ازاي. بعد كده بنكون محضرين الصاج بقى، جايبين الصاج ودهنينه. وهنا دهنته بالزيت، ما دهنتوش بالسمنه. تدهنيه كويس قوي كده من القاع ومن الجناب عشان الكيكه ما تلزقش معانا. انا ما حطيتش دقيق ولا حاجه. وبعد كده فضينا العجينه وبنسويها في الصاج عشان ما تطلعش جنب عالي وجنب لا منخفض، لا. بتسويها كده يعني ايه، بتخبطي الصاج كده عشان يستوي معاكي شويه. بعد كده بنحط الشوكولاته اللي احنا عملناها، العجينه بالشوكولاته كده شكل كروكي، يعني مش يعني اي حاجه. بتحطيها شكل كروكي كده. وبعد كده بخله بتوزعيها وبتقلبيها. بتديكي شكل حلو، وفي نفس الوقت بتختلط بالعجين من تحت.
احنا بنقلبها عشان الكاكاو اللي من فوق يختلط بالعجين من تحت. هتشوفيها لما تطلع من الفرن. ونحطها في فرن سخن 180 درجة، وبنكون مسخنين الفرن قبل ما بندخل الكيكة. وبعد كده بتقعد هي مثلا ايه 3/4 ساعة، وبتطلع زي ما احنا شايفينها كده. بتبقى مستوية ومن تحت ومن فوق. انا عندي بتاخد لون من تحت ومن فوق وبتستوي. وطبعا بتختبريها بخلة الاول، بتشوفيها استوت ولا لا قبل ما بتطلعيها. لو الخلة طالعه ما فيهاش اي حاجه بتبقى كده استوت، يبقى خلاص ايه بتطلعيها من الفرن. لو الشورن بتاعك من الوش ما استوتش كويس ولسه بيضه، بتحطها تحت الشوايه وتاخدي بالك منها كده وتقلبيها، وما بتاخدش منك وقت خالص. والصاج زي ما احنا شايفينه كده. ادي الجزء اللي بالشوكولاته، ومرتفعه من يعني ما فيش جنب مرتفع وجنب لا لا، الاتنين مرتفعين. وادي الشوكولاته بتبقى طعمها حلو قوي. طعمها حلو قوي قوي قوي، وشكلها بيبقى حلو. ومتساويه، يعني الجنبين متساويين، مفيش جنب مرتفع ولا اي حاجه. طبعا انت لما بتساويها وبرده بتخبطي كده الصاج كويس فبيستوي بيتساوى معاكي، تبقى حلوه قوي. كده خلصت الجزء بتاعي. وزي ما شايفين كده الكيكه تحفه تحفه تحفه. اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبوا وتطلع معاكم ناجحه من اول مره. وكل سنه وكل ام بخير وبصحه وبسعاده يا رب، ويخليها لاولادها. واقول لكم ايه، باي باي.